فمن هنا دي الأهمية بتاع الترشيح اللي أنا شفناها لقيناها مع مجموعة الوركينج جروب وطلعنا بها بيان بعض الاستطلاعات اللي احنا عملناها، ان من هنا الناس مهتمية جدا. الغالبية بترشح رئيس عبد الفتاح السيسي في دورة انتخابية. أنا هتوقف هنا وهبدأ أطلب طبعا من حضراتكم تتكلموا، وهبدأ مع الأستاذ محمد شعبان. اتفضل يقول لنا ايه رأيه في الترشيحات وايه رأيه في التأييد. اتفضل حضرتك عشان نسمع رئيس جميع الأخوة، انا عاوز اسمعكم كلكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أنا سعيد جدا إن أنا قاعد في وسطكم ومتجمع مع الأستاذ محمد مع حضراتكم. الأمر اللي احنا مجتمعين علشان هي الانتخابات الرئاسية. احنا زي الأستاذ محمد ما قال تعرضنا لفترة صعبة جدا جدا من أول 2011، من أول ما اختلقوا لنا أزمة الربيع العربي، وكان المقصود بيها تدمير دول المنطقة وجيوش المنطقة العربية. احنا كنا هدف لأكثر من دولة ولأكثر من جهاز استخباراتي. احنا في 2011 اتجمعت علينا أكثر من 7 أو 8 أجهزة استخبارات على مستوى العالم، ومن أكبر أجهزة الاستخبارات في العالم عشان تسقط مصر وعشان يدمروا الجيش المصري. كان في هدف بتدمير الدول العربية المحيطة بإسرائيل كلها، تمام؟ تدمير الجيش المصري بالذات. الحمد لله عدينا الحقبة الزمنية دي فعلا زي الأستاذ محمد ما قال. الشكر كله لشعب مصر. المصريين فهموا الموقف بجدارة. والسنة اللي الإخوان مسكوا فيها البلد هم كانت كفيلة من رب العالمين إن هي تكشف الرؤية للناس للمصريين. النهاردة احنا في فترة أزمة اقتصادية عالمية بتمر على العالم كله. احنا هنا في اليونان كجالية مصرية مقيمة في اليونان حاسين بارتفاع في الأسعار. ارتفاع الأسعار هنا يختلف، الظروف المعيشية هنا تختلف عن الظروف المعيشية في مصر، لا نقاش فيها. بس وقفنا مع دولتنا جنب بلدنا، انتمائنا ليها، حبنا ليها يخلينا لازم نبص لها من منظور واكتر. يعني احنا لازم نخلي بالنا ان احنا لازلنا فترة الخطر او ناقوس الخطر بيدق على بلادنا. مش معجب ان الجيش المصري يبقى قوي ويستمد قوة اكتر، لان هم كانوا عايزين يدمروه زي ما حصل في العراق وزي ما حصل في سوريا، تمام؟ ده هدف عند الغرب وعند الناس اللي ما بتحبناش. دورنا كمصريين مقيمين في الخارج ان احنا ندعو ابناء بلدنا للمشاركة. شارك برأيك، اختار الشخص اللي انت شايفه، شوف مين الشخص، حلله، شوف البرنامج بتاعه ايه ويعملوا مشاركة. ده مش غلط. انا عن نفسي شاركت بكلمتي. انا اخترت السيد الرئيس يكمل المسيرة. في اللحظة اللي انا بشارك فيها بكلمتي لقيت فيه اخوة مصريين كتير برضو شايفين وجهة النظر دي، عايزين استقرار في مصر. بتمر علينا ظروف اقتصادية صعبة، بس احنا دايما شعب متحامل، يعني بيتحملنا كتير. اهالينا اتحملوا واحنا كمان بنتحمل، والجيل اللي جاي عليه ان هو يشارك، ان هو يغير. انتوا دول عندكم في شباب صغيرين موجودين، ربنا يعينكم. الدور بتاعكم اللي جاي، بس خلوا انتمائكم لبلدكم وحبكم ليها وغيروا. ده دوركم، حقكم. التغيير شيء جميل، بس المشاركة لازم نتجمع، الرأي والرأي الآخر، ونشارك، نروح عند الصندوق. مش عاجبني رئيس الجمهورية، اختار اللي عاجبني واحط اسمه. بمشاركة، لا بعنف ولا بتظاهرات. بريطانيا بتطالب جماعة الإخوان هناك انهم يقوموا مظاهرات في مصر. في ناس ضعيفة الفكر بتستجيب. لا،
احنا مش عايزين ندمر بلدنا، في فايت تصويت نروح نحط صوتنا. المشاركه في حد ذاتها حب لبلدك، المشاركه في حد ذاتها حب لبلدك، انك تروح تحط صوتك. مفيش حجر عندنا على الاصوات او على النفس او على الناس، لا. كل واحد فينا لازم يحس صديقه اللي منه، اخوه اللي في البيت، احنا نروح نشارك نقول صوتنا، لان دي امانتك، حقك انت، حقك ما تسيبوش لحد تاني يستغلك. تمام؟ دي حاجه تانية. انا عن نفسي وجهه نظري من رئيس الجمهوريه خلال ال9 سنين اللي رئيس الجمهوريه مسك فيهم البلد، في تغيرات كتيره قوي حصلت في مصر. وضع مصر عسكريا الاول اتغير، التصنيف العسكري لمصر على مستوى العالم اتغير، الاستثمارات والمشروعات الجديده والبنيه التحتيه اللي قعدنا سنين متجاهلينها ما شاء الله، في عندنا تقدم، في عندنا مدن جديده، في عندنا طرق جديده، في عندنا خدمات جديده. الطرق والخدمات والمدن الجديده بتخدم على اقتصاد واستثمارات جديده. هيجي عندك مستثمر عنده سهوله في النقل، عنده سهوله في التحرك، عنده مدن جديده، عنده سهوله في الاستثمار. تمام؟ احنا في منطقه اعلى استثمار فيها في العالم هو الاستثمار العقاري عندنا. ان كان في الامارات، كان في السعوديه. شوف السعوديه النهارده بتعمل مدينه نيوم وبتعمل. احنا كمان من حقنا كمصريين ان احنا نعمل. ظروفنا الاقتصاديه، الحجم الغطاء المالي بتاعنا مش هيكفينا او مش مكفينا، بس هيكفينا لما تزيد عندنا الاستثمارات، تصنيع، منطقه صناعيه اللي بتعمل في قناه السويس، بتعمل في العين السخنه، هتزود. يعني الراجل مشى المسيره دي، نيجي نقول له لا استنى بقى اركن على جنب انت، طب مين ده هيكمل؟ انا مش في شخص الرئيس ولا في شخص المرشحين، كل المصريين اخواتي، واحنا كلنا المفروض ان احنا مصريين. الحمد لله ده شرف كبير لينا. بس مين هيقدر يكمل المسيره دي؟ تمام؟ ومين اللي هيقدر يواجه التحديات اللي قصاد بلدنا؟ احنا عندنا تحديات عاليه قوي، كلنا فاهمينها، كلنا مدركينها، مرت علينا في ال11 سنه اللي فاتوا تحديات كتيره. تمام؟ عايزين نجتاز المرحله دي. مفيش شيء بيحصل في وهله، في لحظه، مستحيل. في درجات عشان نوصل ان احنا نبقى بلد فيها استثمارات وفيها اقتصاد كويس وفيها رخاء معيشي لاهل مصر. عشان نوصل للمرحله دي احنا كلنا علينا مجهود كبير، مجهود انتمائنا لبلدنا، حبنا لبلدنا، نعرف نفهم الغير بس نفهمه باسلوب كويس. لو في نقاش نعرف نتناقش مع اللي قدامنا، نعرف نقول له لا هو الراجل مش وحش قوي، الراجل عمل 1 2 3، ممكن يكون عنده مفيش كمال لله، في حد ممكن يكون عنده اخطاء، في حد ممكن يكون عنده. وانا شايف الراجل بقاله 9 سنين بالظبط ماشي في مسيره الله يعينه عليها. انا عن نفسي بدعمه عشان نكمل، نوصل للي جاي، نشوف النجاحات هتوصل بينا لايه. تمام؟ المجهود بتاع المدن والعاصمه الاداريه الجديده والمدن الجديده والطرق والخدمات اللي اتعملت دي والمشروعات المطروحه، تمام؟ نتاجها مش هيبان النهارده ولا بكره، هيبان بعد 3 سنين، بعد 4 سنين، بعد 5 سنين، لما تشتغل ويبقى في ناس بتشتغل وفي اشغال مصر بتتعرض لظروف اقتصاديه يعني سيئه للغايه. متكاتلين علينا لسه برضه زي الاستاذ محمد ما قال في كلمته، انهم متكاتلين علينا قوي انهم يعملوا يخلقوا الازمه الاقتصاديه عشان يخلقوا الاحتجاج في الشارع المصري. عندنا ناس الفكره عندها بسيط، دورنا ان احنا نحاول بمقالات، بلقاءات. في الاتحاد قوه، لازم نتحد خلف القياده السياسيه. في انتماءات كتيره قوي عندنا، احنا محتاجين نتكاتف خلف القياده السياسيه. ده دورنا ندعم البلد برضه، ده الوقت، ده حق بلدنا علينا، مش دورنا، ده حق بلدنا علينا. احنا
احنا شايفين الوضع، انا شايفها من وجهه نظر، اعتقد الاستاذه عندها وجهه نظر ثانيه، الاستاذه عندها وجهه نظر، كل واحد فيكم عنده وجهه نظر مختلفه. احنا لما نبقى عندنا لقاءات زي اللقاء اللي احنا فيه النهارده ونجمع وجهات نظرنا، هنقدر نفيد بلدنا، هنقدر نعمل صوره وتصور لبلدنا نفيد بلدنا فيها. لازم اسمع للراي الاخر، لازم واتناقش واعرف ايه نقطه القوه في الكلام وايه نقطه الضعف في الكلام، نقطه الضعف اتناقش فيها. تمام؟ احنا علينا دور كبير قوي. شكرا جزيلا. بلدنا. شكرا جزيلا. انا اقدر الخص الكلام بتاعه ان هو بيدعم ترشيح الرئيس الحالي للبلاد، بيعلل كلامه وفق وهذا الكلام وصلنا له في مجموعه العمل حاله الاستقرار، ان ده بيدعم حاله الاستقرار.